سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نديرو حلوة الطبقات اللي تجي تحفة في البنة وزيت اقتصادية. غادي نديروها اليوم غير بالزيت وتقطع كمية كبيرة، توالم بزاف العيد الكبير. الناس اللي تبغي حاجة بنينة وسهلة وكمية مليحة، هاد الوصفة توالمهم بزاف. اذا اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وخليلي لايك. نبدو بسم الله على بركة الله. في ريسيبيون غادي نديرو 4 حبات بيض بحرارة الغرفة، نزيد معاهم قرصة ملح، لافاني، وندير كاس الا ربع تاع سكر حبيبات، ونخلط مليح سواء بالخلاط الكهربائي ولا بالفوي. المهم نخلط غاية المكونات. نزيد معاهم كاس تاع زيت، نزيده على 3 مراحل باش ندخل غاية الزيت كما راكم تشوفوا هكا، ونخلط. نعاود نزيد الدفعة الثانية ونخلط، والثالثة ونخلط، خاطش نعرفوا باللي الحلويات تاع الزيت اللي غنخدموهم مليح باش من بعد الزيت ما يبداش يخرج لك في لاباط. نخلط، شوفوا حتى تحصلت على خليط ثقيل ومليح. درك غادي نزيد 2 ملاعق كبار تاع مايزينا نشاء، يعطيها طراوه للاباط تاعي. هنا غير سمحوا الشيلات، الثلج راه يصب. هنا من التصوير كان عندي قريب، الحبيبات راهم يطايروا هكا قدام الكاميرا. نخلطهم ونقسم الخليط على قسمين، قسم نخليه ابيض والقسم الثاني ندير له الكاكاو. هذا غادي نكهه مبشور الليمون، ونزيد معاه الفرينه وكيس من الخميره الكيميائيه وزن 10 غرام، ونخلط حتى نتحصل على عجينه متماسكه. ديروا لايك شيرات ما تنسوش، وبارطاجوا لي الفيديو ان شاء الله يوصل لاكبر عدد من الناس. نشكر كاع الناس اللي راهي تدعمني ودير لي لايك وتبارطاجي، ربي يحفظهم ان شاء الله. هنا غادي نزيد الفرينه، كما راكم تشوفوا هكا نخلطها. ما كاينش كيما اليد هي اللي تحس بالقوام لا راه مليح ولا لا. نعاود نزيد شويه فرينه مازال خاصها. هنا الفرينه ما نقدش نقول لكم شحال، كل وحده وفرينتها، سا ديبون تشرب سا ديبون ما تشربش. هنا غادي نخليها على جهه ونجي نخدم هذه الزاوجه اللي غادي ندير لها 2 مغارف كبار تاع كاكاو بني. من الاحسن تستخدموا الكاكاو هذا الشباب اللي فيه ذوق ولون شباب. ونزيد الفرينه ونخلط. اليوم نهار غير تاع الثلج، غير سكتو. ونخلط ونزيد معاها فرينه، ونزيد كيس من الخميره الكيميائيه. ثم درنا في كل عجينه درنا كيس خميره كيميائيه وزن 10 غرام، ونلم العجين. واحد الذوق وواحد اللون غادي نتحصل عليه في الاخير. الريحه راهي شابه تاع الكاكاو ما شاء الله. هنا بعد ما تحصلت على عجينتين، عجينه البيضاء والسوداء، غادي نقسم كل عجينه على 2 باش نخدم الطبقات اللي غادي نخدمهم 3 في 1. عجينه واحده دوك تشوفوا. غادي نحل العجينه البيضاء بهذا الشكل بالحلال ولا هذا الوراق. ولا كنت في المره اللي فاتت درت معاكم كروكي رولي بريستيج، الوصفه من اروع ما يكون، وصفه بريستيج شابه توالم بزاف العيد الكبير. الناس اللي تبغي حاجه شابه وبنينه وتقطع كميه مليحه تلقاوه مثبت في صندوق الوصف. انا غادي نحلها بهذه الطريقه على شكل مربع، ونخليها على جهه، ونعاود نحل العجينه السوداء، نحلها بنفس الطول تاع العجينه البيضاء. هذه الطريقه الاولى اللي غادي نوريها لكم باش تخدموا طبقه. صلوا على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، باش نخدموا الطبقات 3 في 1.
هنا راني نساوي فيها باش تجيني على حساب البيضة، باش ندير البيضة فوق الكحلة كيما هكا، ونعاود نبلعهم باش نتحصل على 3 طبقات في طبقة واحدة. عندي الطبقة البيضاء اللي راها من تحت والسوداء في الوسط والبيضاء من الفوق. نحل العجينة تاعي، البلا تاعي اللي خدمت به 30 على 40 سنتيمتر، يرفد أكثر من 40 حبة. ندير له البابي كويسون ونحط عليه هذه الطبقة ونثقبها بالفرشاطة، نساويه كاع هكا باش يجيني متساوي. انا بعد ما حطيته وثقبته بالفرشاطة غادي نزيد له مربى تاع المشماش اختياري، كل وحده دير شا تبغي حتى ما ديريش المربى ما ديريش تاني تجي شابه. ونعاود نخدم العجينه تاعي بطريقه اخرى. عطيتكم 2 طرق، كل وحده دير الطريقه اللي تساعدها واللي تجيها سهله. هنا غادي نحلو العجينه البيضاء كيما هاك، ماشي كبيره كيما الاولى، صغيره شويه، ونحطوها ونديروا العجينه السوداء صغيره على البيضه. طريقه سهله وبسيطه وكما نقولوا مكونات متواجده في كل بيت. تخدمي حلوى تقطع لك كميه مليحه، سواء ديريها في العيد الكبير ولا ديريها في دارك ولا حتى تبغي تخرجي بها تجي ما شاء الله. ونحطها هنايا في الطرف هكا باش نزيد. انا بانت لي لاباط البيضاء راهي صغيره، غادي نزيد نحلها باش نحطها فوق السوداء كيما هكا. غادي نقص منها شويه، جاتني شويه كبيره، ونحطها هكا باش نتحصل على 3 طبقات في طبقه واحده. انا بعد ما حليتها كاع بنفس الطريقه، ما بغيتش نكثر عليكم، تعرفوا على بالي بلي قاعد تعرفوا التوريق هذا. ونزيدها من الفوق ونثقبها بالفرشيطه ونديرها على فرن مسخن على 180 درجه مئويه. كي نشوفها حمارت في الحواشي نشعلها من الفوق. هنا بعد ما قلبتها باش الوجه تاعها يجيني شباب، هذاك الوجه اللي ينتفخ من تحت من الفوق قلبته راه من تحت، وغادي ندهنها بالشوكولا وندير لها شويه تاع ايفيلي. اللي تبغي دير كاوكاو ولا نوات كوكو، كل وحده دير وش عندها على حساب ما راه متوفر عندها في دارها. انا كي تنشف كاع مليح يكون عندي خدمي مليح يقطع غايه. انا تالمو هذا الحلوى بنينه، لقيتهم ما جيت نصور لقيتهم كلاولي هذيك الجهه اللي ملهيه. شوفوا في الاخير كي تجي يجوا الطبقات 3 في 1، تجي من اروع ما يكون. المربى في الوسط. نتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات كي جاتكم وتبارطاجوها مع الحباب. شوفوا تذوب في اليد قبل الفم، تجي هشيشه وطريه وتحفه في البنه. شكرا، مع السلامه، الى الملتقى في وصفات جديده ان شاء الله.